رحلة أصدقاء للمتعة وبتتحول فجأة لصراع وبقاء وسط جزيرة محاصرة بالوحوش والهروب فيها مستحيل. الحكاية بتبدأ بزوجين طالعين رحلة بمركب في البحر، وفجأة عينهم تقع على جزيرة شكلها هادي ومليان شجر، فبيقرروا يقضوا فيها يومين مغامرة. والزوجة بتنزل تستكشف المكان، وجوزها لسه بيظبط المركب عشان يلحقها بعد شوية. وهي ماشية جوه الجزيرة بتلاقي قدامها معسكر غريب متحول بسلك شاي، وبتستغرب جدا ومش فاهمة مين اللي عامله ولا الايه. لكن فجأة تحس بحركة غريبة حواليها وقلبها يدق بسرعه وتبدا تخاف، فتجري وتستخبى ورا شجره كبيره وهي بتصرخ عشان جوزها يلحقها. وفجاه يظهر لها كائن متوحش ويهجم عليها ويشدها في الارض وهي بتصرخ باعلى صوتها. ومن هنا بنروح لمجموعه شباب طالعين في طياره لنفس الجزيره، اسمائهم جون وميت وساره ونيكول ونوح. جون وميت كانوا رايحين بيت عمهم اللي في قلب الجزيره بعد سنين طويله ما ظهروه، رايحين يصيفوا ويفتكروا ايام الطفوله، والجو كله فرحه وضحك ولعب، خصوصا مع جون اللي كان بطل رمايه بالقوس. وهم قاعدين بيكتشفوا الجزيرة بيلاقوا كلب صغير تايه. سارة أول ما بتشوفه بتفرح بيه جدا وتقرر تربيه، لكن بالليل الكلب بيمشي وبيختفي، وسارة تاخد بالها وتقرر تدور عليه بنفسها ومعاها جون. ومن اللحظة دي الرعب الحقيقي بيبدأ، وهم بيدوروا على الكلب الصغير فجأة بتطلع لهم كلبة متوحشة، والصدمة إنها أم، وتهجم على سارة وتعضها من رجليها. والحمد لله قدروا يرجعوا البيت تاني. بس من وقتها سارة كل لما تبص لجرحها بتقول لازم نمشي من الجزيرة فورا. جون بيحاول يهديها ويقول لها لا مش لازم، ده عضة عادية وانا عالجتها خلاص. لكن تاني يوم الوضع بقى اغرب، ساره شهيتها اتفتحت فجأة وبقت بتاكل بطريقة مرعبة تخلي الكل واقف مذهول. جون بعدها بياخد الكوس بتاعه ومعاه مات ونوح عشان يستكشفوا الجزيرة ويصطادوا للغدا. ونيجي لنوح اللي كان بيعشق التصوير، وهو بيصور في الغابة حس بحركة وراه، يلف يلاقي كلب متوحش واقف، اتجمد مكانه وبعدين جري على اصحابه وهو مرعوب يقول لهم في كلاب في الجزيرة شكلها مفترس. وفجأة يظهر قدامهم الراجل اللي شفناه في اول الفيلم على المركب، بس المرة دي مصاب بإصابات بشعة ودمه مغرق جسمه كله وما يلحقوش يستوعبوا غير والكلاب بتنهش فيه وتقطعه قدام عينيهم. جون ومات ونوح اتشالوا من المنظر وجريوا بسرعة يرجعوا يحذروا سارة ونيكول. وقتها كلهم خدوا قرار لازم نهرب من الجزيرة دي. لكن المفاجأة قطيع الكلاب لمحهم وهم بيحاولوا يهربوا وقرر يهاجمهم. وهم بيحاولوا يهربوا كلب بيهجم على نيكول ويعضها من رجليها، وجون بسرعة بيرفع القوس ويصوت، لكن بالغلط السهم بيخترق رجل نيكول بدل الكلب وصرخت من الوجع. بس الحمد لله قدروا يهربوا من الهجوم. مات وقتها بيعالجها ويشيل السهم، ونيكول رغم الألم وقفت قوية وقالت لهم لازم نكمل ونخرج من الجزيرة. جون بيحاول يبرر ان السهم جه غلط، لكن صحابه بيتريقوا عليه ازاي وانت بطل رماية. وفجأة قطيع الكلاب بيحاصر البيت من كل ناحية، وواحد منهم بيكسر الشباك ويهجم على نوح، لكن جون ومات بيتدخلوا بسرعة ويخلصوا عليه، والكل بيجهز نفسه ويقولوا الطائرة هي املنا الوحيد. لكن الصدمة لما خرجوا وبصوا عليها لقوها متغطية بالكلاب، والطائرة بدأت تتحرك في النهر بعيد عنهم. وجون بيقرر يغامر وينط في النهر عشان يوصل لها، واول ما بيقرب بيلاقي كلبين مستنيينه فوق جناح الطياره وبينزلوا عليه هاجموه، لكن نوح بيتدخل ويضرب واحد بمضرب البيسبول ويوقع التاني في النهر. الكل بيجري راجع على البيت بسرعه ويقفلوا كل الشبابيك والبيبان بخشب ومسامير عشان يمنعوا اي كلب يدخل عليهم. الطياره اللي في النهر اتسحبت بعيد، والفرصه انها تكون وسيله هروب بقت شبه مستحيله. جون ومات وقتها بيجي لهم فكره جريئه، بيرموا بطانيه مليانه دم علشان يلفتوا انتباه الكلاب بعيد لحد ما يوصلوا للجراج ويجيبوا العربيه. طلعوا فوق السطح ومدوا واير بين البيت والجراج عشان يعملوا تسلق. نيكول بقلب جامد بتقرر تروح هي الاولى، لكن وهي في النص الاداه اللي ماسكاها في الواير بتعلق وما تتحركش. الكلاب تحت مستنياها ولو وقعت هتبقى دي نهايتها، بس نيكول بعزيمتها بتوصل للجراج وتكسر الشباك وتدخل، وبتحاول تشغل العربيه بس العربيه مش راضيه تدور. وفجاه الكلاب بتقتحم الجراج وتحاصر العربيه من كل ناحيه. نيكول بسرعه بتطلع فوق سقف العربيه وبتنجح ترجع لسقف الجراج، بس الكارثه ان الواير اتقطع. جون وقتها بيطلع بخطه تانية، يربط واير جديد في سهم ويرميه ناحيه الجراج، والمره دي السهم بيوصل لنيكول وتمسكه بسرعه وتقدر ترجع للبيت بسلام. الليل بيدخل والكل مرعوب، ونوح بيحاول يخفف الجو ويشغل موسيقى، لكن فجاه الكهرباء بتقطع وبينزل الكابو عشان يشوف المولد ويشغله تاني فعلا. لكن وهو هناك بيحس بحركه غريبه، بيفاجئ ان في كلب مستخبي جوه الفرن. نوح وهو في الكابو فجاه بيلاقي نفسه محاصر بقطيع كلاب بيهاجموه كلهم مره واحده وصراخه بيملأ المكان. جون ومات يسمعوا الدوشه وينزلوا بسرعه، لكن الصدمه انهم يلاقوا نوح واقع على الارض والكلاب نهشته لحد ما مات. الخوف بيسيطر عليهم ويقفلوا الباب بسرعه ويحاولوا ينجوا بحياتهم، لكن الكلاب كانت اذكى واقتحموا البيت وانتشروا في كل ركن. المجموعه جريت بسرعه على السلم اللي بيطلع للصندره، وطلعوا واحد ورا التاني يستخبوا فوق. وفي اللحظه دي كلب بيهجم على مات، لكن جون بينقذه ويضرب الكلب قبل ما يموته. واخيرا وصلوا للصندره، وهناك جون بيلاقي مستندات خطيره بتكشف سر الجزيره، ويقول ان البيت دي كان
كان معسكر لتدريب الكلاب، لكن التجارب فشلت والكلاب اتصابوا بالسعار، بقوا متوحشين وبدأوا يقتلوا سكان الجزيرة، وحتى العلماء اللي عملوا الابحاث عليهم اتقتلوا. المجموعة بتتصدم ازاي هيهربوا من الجزيرة دي بعد ما عرفوا الحقيقة المرعبة. ونيجي لليوم اللي بعده، جون ومات قرروا يجازفوا وراحوا للجراج وحاولوا يشغلوا العربية، والمرة دي اشتغلت، لكن المشكلة ان الكلاب لمحتهم وجريت وراهم، ومات كان ساعتها بيزق العربية عشان تشتغل. وفي وسط المطاردة جون بيطلع فوق سقف العربية ويحاول يصطاد الكلاب بالقوس، لكن الطريق ما كانش مظبوط والقوس وقع منه، والكلاب هجمت على مات وهو في العربية، لكنهم بخبطة قوية في عمود حديد قدروا يتخلصوا من الكلب ويبعدوه، وبسرعة رجعوا للبيت عشان ياخدوا سارة ونيكول ويهربوا سوا. جون بيطلع ينادى على سارة، لكنه بيلاقيها في حالة غريبة، مريضة ومرمية في الأوضة ومعاها كلب. الكلب أول ما شاف جون هجم عليه ورماه من الشباك، وبعدين رجع على طول لسارة وهجمها هي كمان ورماها من الشباك قدامه، وللأسف سارة وقعت على خشبة مدببة وماتت هي والكلب سوا. والصدمة كانت كبيرة عليهم، لكن ما كانش قدامهم غير انهم يمشوا بسرعة قبل ما يبقوا زيها. ركبوا العربية ووصلوا للمعسكر بتاع العلماء عشان يحاولوا يتصلوا بحد ينقذهم، وجوه المكان لقوا التحليلات اللي كانوا بياخدوها من الكلاب وادوات التدريب اللي كانوا بيتدربوا عليها. بالليل شغلوا كهرباء المعسكر كله، لكن التليفون ما كانش فيه شبكة. نيكول قالت لجون اطلع للشبكة وحاول تشغلها، وجون طلع فعلا، لكن اول ما وصلت الكهرباء جون اتكهرب وقع على الارض، والمكان كله حصل في ماس كهرباء وبقى يولع. الكلاب لما شافوا النار جريوا على طول، واول حاجة عملوها انهم هجموا على جون. مات لحقوا بسرعة وضرب الكلاب بمضرب البيسبول وهو لابس جاكيت واقي، لكن القطيع كله اتجمع حواليهم وبدأ يحاصرهم من كل اتجاه. نيكول شافتهم من جوه وخدت القرار الصعب وفجرت المعسكر كله. الانفجار قضى على عدد كبير جدا من الكلاب، لكن لسه جون ومات محاصرين من بعض الكلاب. في اللحظة دي نيكول رجعت بالعربية وبدأت تخبط الكلاب يمين شمال وتنقذهم، وركبوا معاها، ونيكول بأقصى سرعتها قفزت بالعربية في النهر. ولحسن حظهم المكان اللي وقعوا فيه لقوا فيه المركب بتاع الزوجين اللي بدأوا بيه الرحلة، وركبوا المركب واخيرا نجحوا يهربوا من الجزيرة الملعونة. وبكده يكون خلص فيلمنا. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتستناني في فيلم جديد.